الزمالك لفريقهم هو نفس انتمائهم لعائلاتهم ولوطنهم. مشاعرهم فياضة أكثر من الكثير من جماهير أخرى في عالمنا العربي وفي أفريقيا. هناك علاقة خاصة جدا. 5 يناير 1911، وفي يوم الاحتفال بذكرى نشأة نادي الزمالك اللي هيفضل أحلى وأجمل اختيار في حياتنا، في مساندته في أصعب ظروفه، لأنهم يعرفون أن الزمالك حتى لو غاب الكبار يمرضون لا يموتون في عالم مستدير. وعلى العهد ومعاك لآخر نفس في العمر، ومن دراويش حبك يا زمالك، ودايما معاك ووراك، وعلمك في ايدينا دايما عالي. وياما على مدار التاريخ جبنا جماهير نادي الزمالك دي قعدت صايمه 10 سنين ولا تفرق وبتروح ولا تفرق وتقف في المدرجات تسقف واللعيبه تبقى ما يعلم بالله ربنا عندها حاله من حالات اللامبالاه، وهم اللي واقفين وراهم وفي ظهرهم. ولا تفرق. وكام لعيب مشي من نادي الزمالك، وكام لعيب ما كانش فايق وفوقوه، وكام لعيب وقفوا جنبه. جماهير نادي الزمالك هي رقم 1 طول عمرها. مركز العالم اللي بندور في فلكه هو العشق والشغف وكل المعاني الجميلة. سواء يفوز الزمالك أو يهزم الزمالك، يخرج من بطولة يعود إلى بطولة، يبقى تشجيع الزمالك بالنسبة لجمهوره ثقافة قبل أن يكون عشقا. ولا تسأل الزملكاوي لماذا أحببت الزمالك، هي فطرة عند النشأة وعند الميلاد. الزمالك جينات لا تورث، تعشق وتثقف قبل أن تأخذ قرار حبه وعشقه. وضربات القلب لما بتزيد مع أول لعيب بتشيرت الزمالك ينزل الملعب قبل الماتش. مش عشان بطولة، من تحمل أزمات وأمور كثيرة، من تحمل أن يرى لاعبين في كفاح وقتال، من تحمل السفر، من تحمل طبعا الوفاة بالشهداء السابقين، من تحمل الترضية في أقل النتائج. الجمهور الراضي، الجمهور الراضي. كل سنة وانت طيب يا زمالك، يا صديق الطفولة وحبيب العمر. عشت حبنا الوحيد وعاش حبك في قلوبنا.